بيمشي. ومن الاشياء اللي ممكن تؤخذ عليه يعني عبد العزيز زلال يمكن تكلمنا قبل في جزء تناقض فيه، لكن هالمؤتمر انا اشوف فيه تناقضات. بالبدايه قال احنا نعرف استراتيجيه منتخب الاردن، بعدين قال لا هذه مسؤوليتي، ثم يكرر في اغلب الاحيان ومؤتمرات انه اللاعبين السعوديين ما يشاركون مع انديتهم. لما سالوه عن سلطان مندش قال ما عنده خبره دوليه. تجمع هذا كله، ايش الخلاصه؟ الخلاصة انه هارفي رينارد واضح انه ما يبي يشتغل. يعني سلطان مندش لاعب عمره 31 سنة يقول لاعب يفتقد الخبرة. مراد هاوساوي اللي احنا نتكلم انه هو نجم قادم بقوة للكرة السعودية ونطالب بوجوده اساسي، ترى عمره 24 سنة. اللعيبة النجوم على مستوى العالم يحتاجون مدربين شجعان يكتشفونهم، يلعبون 17 سنة 18 سنة. شاهدنا يمين يامال في برشلونة 17 سنة. احنا اللاعب عندنا يوصل عمره 24 25 سنة والمدربين يقول لك يفتقد الخبرة ويفتقد المباريات الكبيرة. لاعب الموهوب من عمره 17 18 سنة. أما بخصوص تصريحه أنه من 2003 المنتخب السعودي ما حقق بطولات، أتفق معه جملة وتفصيل، لأن إحنا كنا نروح للمدربين مثلك وشرواك يا هارفي رينارد يمشون الحال، ما نجيب مدربين بمنهجية وخطة واضحة. يعني هارفي رينارد تقريبا من يوم رجع الرجعة الأخيرة 40 لاعب. الزميل عبد الله فلاتة قال جملة مهمة قبل قليل، قال خط الدفاع السعودي ما كانوا واقفين كويس. هو أهم خط في أي منظومة في نادي أو منتخب تجانس قلبين الدفاع. هارفي رينارد مرة جهاد ذكري وحسان تنبكتي، مرة عبد الله المالكي عبد الله العمري وحسان تنبكتي، مرة وليد الأحمد، ما في أي تجانس. يعني في كل مباراة قاعد يجرب قلبين دفاع، في كل مباراة يجرب قلبين دفاع. شكل المنتخب احنا حتى معنا صرنا عارفينه هجومي دفاعي واقعي متوازن. اعطيك بس صوره، احنا تكلمنا ترى في بدايه البرنامج عن المنتخبات المغربيه وذكرنا مدربينهم الركراكي والسكتيوي مغاربه. احنا عندنا شوف هارفي رينارد مدرب المنتخب الاول، عندنا مدرب منتخب الشباب ماركوس سواريز اسباني، والمنتخب الاولمبي اللي فاز امس مدربه باجيو ايطالي، ومنتخب 17 سنه عبد الوهاب الحربي. كوكتيل خلاط مدرسة. فلما اللاعب يتكون 17 19 21 ما بين مدرسة مدرب سعودي مدرب اسباني مدرب ايطالي بعدين اروح المدرب فرنسي، يصير له عدم توازن. انا العب بطريقة دفاعية او بهجومية. اذا انت تبغى تبني الجيل ابو 17 سنة تبغى بطريقة دفاعية او هجومية أو ما في منهجية، ما في اي منهجية. اما نتكلم على الدوري وثمانية لاعبين، لا احنا وصلنا مرحله انه ما نبغى حتى الدوري يصير ضعيف والمنتخب ضعيف. اللاعب طيب. السعودي يتحمل مسؤوليه. اللعيبه اللي موجودين في المنتخب السعودي زي ما قال الزميل عبد الله العقيدي 540 دقيقه لاعب، تنبكتي 1172 دقيقه، وليد الاحمد 997 دقيقه، بوشل 1192 دقيقه، والقائمه عندي تطول ترى الاسماء اللعيبه تقريبا كلهم اساسيين. بس اللاعب السعودي زي ما انا قلت، زي ما ارتفعت قيمه اللاعب السعودي وعقود اللعيبه السعودي، اتكلم على لعيبه الهلال النصر الاهلي الاتحاد الخليج كل الانديه، اللاعب السعودي ما يشوف الثمانيه الاجانب اللي قاعدين يلعبون معه ويتمرنون في النادي، يتمرنون صباح وفي الليل وعندهم معد بدني ويجهز اللاعب داخل الملعب وخارج الملعب. اللاعب السعودي كل شيء عنده تطور في الامور الماليه وارتفع عقده دبل 50 مره، بس ما استفاد من اللاعب الاجنبي السوبر ستار اللي صار في طفره عندنا وشاف طريقه اللاعب الاجنبي كيف يتدرب. واضح. حتى لو غيرنا 20 هارفي رينارد واللاعب السعودي بنفس الاداء وبنفس اللياقه البدنيه بعد 6 شهور ما راح يتغير اي شيء. احنا لازم نوحد المدارس. احنا وش نبغى مدارس؟ وش نبغى؟ اسبانيه برتغاليه. لو تجيب بيب جوارديولا بعد رحيل هارفي رينارد بكره، بيب جوارديولا افضل مدرب في العالم، بيفشل مع المنتخب السعودي الاول. احنا نبغى مدرب طموح شجاع يملك رؤيه. هارفي رينارد طيب. حقق كاس افريقيا مع زامبيا ومع ساحل العاج 2015 و2012، فزي ما قالوا الزملاء جاي ما عنده اي طموح. احنا نبغى مدرب عنده طموح وسيف يطمح انه يسطر سيفيه باحرف من ذهب. وممكن مدرب كل مباراه كل مباراه تشكيله وكل مباراه لاعبين وكل تجمع لاعبين. حتى احنا كنقاد وجمهور سعودي ما حد يعرف لعيبه المنتخب من كثر اللي دخلوا واللي طلعوا. واضح. اجل مندش ما يملك الخبره وعمره 31 سنه. وممكن رينارد يرغب بالعوده الى القاره الافريقيه، قد يكون. عبد الرحمن